بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. فوز النهاردة لمنتخب مصر على منتخب بنين في مباراة صعبة جدا امتدت ل 120 دقيقة بنتيجة 3-1. تأهلنا لدور الثمانية لملاقاة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو اللي هيلعبوا بكرة إن شاء الله، اللي هو التلات 6 يناير، هيلعبوا الساعة 9 مساء. الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو هيقابل مصر ان شاء الله يوم السبت 10 يناير الساعة 9 مساء. دي مباراة دور الثمانية لمنتخب مصر، هنلعب السبت 10 يناير الساعة 9 مساء، الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو. طبعا برضو هتبقى مباراة صعبة متوقعها يعني، بس ان شاء الله بإذن الله هديكوا تقييم ليها وتحليل للمنتخب اللي هنقابله بس بعد مباراة الفريقين ان شاء الله. تحليل مباراة النهاردة، يعني مبدئيا الكابتن حسام بدأ التشكيل غلط، بس ما علينا، هو تدارك الموضوع وعدل في الشوط الثاني. احنا لعبنا النهارده 3-5-2 معظم المباراة، تمام. استحواذ كان 55% لينا وكان 45% لبنين، تمام. هتلاقي ان اجمالي الفرص الخطيره 3 لينا و2 ليهم، في يعتبر توازن في الموضوع دوت. كثافه اللعب كانت في منتصف الملعب او في الثلث الاوسط من الملعب، في ناحيه الجنبين في الهجوم، تمام. يعني في ناحيه الجنبين في الجانب الهجومي في الثلث الاخير وفي الثلث الاوسط من الملعب، ده كثافه اللعب بالنسبه لنا احنا، تمام. طيب كثافة التمريرات في التلت الأول وفي التلت الأخير كانت 26% التمريرات، وفي التلت الأوسط من الملعب زي ما قلت لك كانت في كثافة عالية، فكانت 48% من التمريرات بتاعتنا في التلت الأوسط من الملعب، تمام. طيب الأهداف: مروان عطية تسديدة روعة بعد اسيست محمد هاني، والهدف الثاني رأسية من ياسر إبراهيم بعد برضه اسيست رفع من مروان عطية، والهدف الثالث من محمد صلاح بعد انطلاقه واسيست من زيزو، تمام. هنتكلم بقى عن تقييم اللاعبين النهارده في المباراه، ارقامهم يعني: الشناوي عامل 6.6 اداء متوسط من محمد الشناوي. ياسر ابراهيم رجل المباراه ونجم المباراه النهارده، تقييمه 9.1، يعني ممتاز. حتى انا هجي لك لارقام ياسر ابراهيم في الاخر، بس هو رجل المباراه النهارده واخد اعلى تقييم لغايه دلوقتي لمنتخب مصر في البطوله 9.1، تمام. حمدي فتحي 7، اداء متوسط من حمدي فتحي. رامي ربيعه 7.5، انا شايفه اداء متوسط، انا مش عارف يعني مواقع التقييمات مدياله 7.5 على اساس ايه، تمام. عندك محمد هاني 7.3، اداء جيد من محمد هاني انا شايفه. تريزيجيه 6.8، اتصاب وخرج تريزيجيه. مروان عطيه 8.5، انا شايفه افضل لاعب النهارده في المباراه بصراحه مروان عطيه، هدف رائع، اسيست ممتاز، مجهود ولعب تكتيكي ممتاز من مروان عطيه. ابراهيم عادل اللي بدأ بيه حسام غلط، انا شايف ان هو ما كانش يبدأ النهارده، 6.3 اداء ضعيف من ابراهيم عادل. محمد حمدي 6.2، برضو اداء ضعيف من محمد حمدي. عمر مرموش 6.8، اداء برضو عليه علامات استفهام على اداء عمر مرموش، الكور الشوط كله بره مش عارف في ايه. صلاح 8.6، اداء ممتاز محمد صلاح النهارده، وهقول لك ليه برضو، تمام. فتوح 6.7، اداء متوسط من فتوح النهارده. زيزو 7، انا شايفه اداء جيد من زيزو النهارده، وعامل اسيست وعمل انتعاشه لما نزل. امام عاشور عمل انتعاشه بس الفينش عنده صعب جدا، وعنده ميس باص برضه، عامل 6.9 من امام عاشور، تمام. مصطفى محمد ما فيش تقييم لان هو نزل اساسا في الدقيقه 119 فما لحقش، تمام. طيب اعلى تقييم النهارده على مواقع التقييمات كلها والتصنيف هتلاقيه ياسر ابراهيم عامل 9.1، رجل المباراه. بص على الارقام بتاعته: الثنائيات هو اللي بيفوز بيها، الالعاب الهوائيه هو اللي بيفوز بيها، التشتيتات هو اعلى واحد فيها، مس باص تقريبا مفيش، المراوغات هو تراوغ مره واحده في المباراه. فاعتقد ان ياسر ابراهيم النهارده اداء وارقام ممتازه، لعب مباراه روعه النهارده ياسر ابراهيم بصراحه يعني، وجاب هدف كمان. محمد صلاح 8.6. طيب مروان عطية 8.5، أنا شايفه أفضل لاعب يعني بصراحة من وجهة نظر أنا، لأن مروان عطية النهاردة لعب على المستوى التكتيكي وكان لعبه كله إيجابي في المباراة النهاردة. مروان عطية بصراحة ممتاز مروان عطية. طيب محمد صلاح أخد 8.6 على مواقع التصنيف كلها، ليه؟ صلاح بص يا سيدي، خلاص الناس كلها واقعة تقريبا بدنيا، وهو عمل سبرنت وجاب هدف في آخر دقيقة في المباراة بعد أسيست ولا أروع من زيزو. فانا شايف النهارده ان هو يستحق طبعا ال 8.6. محمد صلاح
حتى على اقل مستوياته بيديك اللي هو الايه، بيديك الايجابيه وبيديك تسجيل اهداف صعبه. قتل المباراه محمد صلاح. وانا شايف النهارده ان يعني اداء المنتخب بصفه عامه كان جيد على الظروف اللي حصلت وامتدت ل 120 دقيقة وكذا، ولكن احنا برضو مش يعني عايز اقول لك هي الحمد لله ماشية. انا شايف فيها او شامم فيها ريحة 2006 اللي هي بتاعت الكابتن حسن شحاتة، ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحة يا رب. الاجواء بتاعه المباراه دي فيها كده من 2006، فربنا ييسر الامور وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقنا في المباريات القادمه باذن الله. مباراه يوم 10 يناير الساعه 9 مساء قدام المتاهل من كوت ديفوار او بوركينا فاسو، هتبقى مباراه برضه صعبه. المنتخبين يعني مش سهلين. اتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر في المباراه القادمه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.